السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل وصفة. الناس اللي عاملة دايت ملهاش أي دعوة بالوصفة دي. الناس كده اللي وزنها برضو حلو ملهاش دعوة بالوصفة دي. النهاردة هنعمل مفتقة. طبعا كده عارفين المفتقة الجبارة. النهاردة كده هنعملها بطريقة بسيطة جدا. طبعا احنا هنعمل كيلو من العسل الأسود. طبعا معانا كده كيلو عسل أسود حلو جدا جدا. معانا ربع كوباية دقيق. معانا كده ربع كوباية حلبة محوجة اختياري، اللي حابب يضيف معلقتين مغات كبار، لو مش حابة تضيفيهم خلاص ماشي يعني، ما يضرش. كده نص كوباية فول سوداني، نص كوباية سمسم، ربع المعلقة ملح ليمون، ربع الكوباية زيت. ومعانا كده برضو لو حابة تضيفيها معلقة حبة بركة، بس مش مطحونة، مدقوقة دق كده يعني متكسرة. برضو دي إضافة من عندي بتخلي كده ريحة حلوة. يبقى كده المقادير بتاعتنا: كيلو من العسل الأسود، ربع دقيق، ربع حلبة محوجة، ربع، لا ده مش ربع، دول معلقتين مغات اختياري اللي حابب يضيفهم، نص سوداني، نص كده نقص مع معلقة سمسم، ربع ملح ليمون، ربع المعلقة يعني، وربع كوباية زيت، ومعلقة كبيرة حبة بركة مدقوقة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل. طبعا كده معانا حلة، بس كده الحلة تكون كبيرة شوية عشان كده عارفين العسل أول ما هيغلي وهيفور مننا، عشان كده ما ينزلش على البوتاجاز. هننزل كده بربع كوباية الزيت. ممكن كده نزود معلقة تاني كبيرة على ربع كوباية الزيت، ونسيبها كده تسخن. والحله كده بتاعتك تكون ما تكونش سيراميك او تيفال، تكون كده ستيل او ألمونيا عشان هنشتغل فيها كتير ما تتجرحش. طبعا كده هننزل بربع كوبايه الدقيق، ونبدا كده نقلب فيها مع الزيت بتاعنا. نفضل كده نقلب فيها. طبعا كده هنضيف معاها السمسم عشان هو كده مش متحمص، يتحمص معانا. وهنضيف كده السوداني، كله يتقلب مع بعضه ياخد تحميصه حلوه. نقلب فيهم كده دقيقتين 3. طبعا ادينا كده مستمرين في التقليب، ايدنا كده ما توقفش في التقليب، نقلب كده باستمرار. ننزل كده بالحلبة المحوجة، ونقلب كده كويس. وننزل كده بالموجات. طبعا زي ما قلت الموجات كده اختياري، لو حابه تضيفيه، لو مش حابه تضيفيه او مش موجود عندك برضو كده براحتك، بس بيخلي لها برضو كده طعم وريحه. طبعا انت كده لو ما عندكيش، لو مش تلاقيش الحلبه المحوجه دي، حابه تعملي المفتقه، عندك كده حلبه هي العاديه في البيت الحصى، تحمصي كده شويه وتطحنيهم كده طحنه ناعمه في كوبايه، يعني في المطحنه بتاعت الخلاط، وتهزيهم كده كويس. يعني تهزيهم هزه بالمنخل كده، يبقوا ناعمين كده شبه السكر البودرة او الدقيق. طبعا ادينا كده مستمرين في التقليب. طبعا ضفنا كده المكونات بتاعتنا، لسه بقينا العسل وحبة البركة وملح الليمون. نقلب كده الكلام ده كله كويس كده مع بعضه. طبعا كده ريحة المغات مع الحلبة والفول السوداني والسمسم والدقيق كده والزيت، ريحة كده جميلة تحسسك كده بأجواء الشتاء في البيت. نقلب كده حوالي 5 دقايق. طبعا كده التقليب باستمرار. ليه قلنا في الاول الحله ما تنفعش سيراميك او تيفال عشان الشغل الكتير يجرحها منك، يا ستيل يا ألمونيوم.
طبعا كده بنقلب تقليبه حلوه. طبعا كده قلبنا، نهدي النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل كده بكيلو العسل بتاعنا. طبعا كده نقلب، ننزل كده كل كمية العسل، ما نسيبش اي حاجة. طبعا انت لو هتعملي كده 2 كيلو كل حاجة هتبقى نص كوباية. السوداني طبعا والسمسم براحتك، الحبة تضيفيه، حتى كوباية تضيفي. طبعا كده بنقلب في اتجاه واحد في الحلة، عشان كده العسل ما ينزلش مية. ما ينفعش كده نقلب كده وكده في الاتجاهين، في اتجاه واحد. طبعا كده هي لسه ما غليتش معانا والعسل فار. طبعا لازم ناخد بالنا من الحته دي، عشان كده العسل لو فار او غلى منك لا قدر الله والحله بتاعتك مليانه، هينزل كده على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. طبعا هو كده لسه هيبدا كده العسل قوامه الاكساب شويه، بس بعد كده هنوصل للقوام المطلوب وهنشوفه مع بعض. طبعا حشي ملح الليمون او حبه البركه. طبعا كده العسل بتاعنا بدأ يغلي. طبعا انا كده هو كيلو عسل، بس انا حطاه كده في حلة كبيرة عشان كده يغلي براحته. طبعا زي ما قلنا التقليب كده في اتجاه واحد، زي ما انتوا كده شايفين. العسل قوام كده معانا لسه ما ربطش، يعني كده ما وصلناش لقوام المفتقة الحلو. طبعا كده لازم كل شوية ندي تقليبة، عشان كده ده عسل ما يشتش مننا في قعر الحلة ويتحرق. طبعا كده لسه مستمرين في المفتقه بتاعتنا. طبعا كده هدينا النار، كل شويه كده تقليبه. طبعا كده نضيف حبه البركه اللي قلت اختياري، بس بتعمل لها كده طعم جميل وريحه حلوه جدا جدا. طبعا كده ربع معلقه ملح الليمون، ربع معلقه مش اكتر. طبعا كده نعتبرها كده مضه حافظه، وما تخليش كده العسل تحصل له اي حاجه مننا المفتقه، وتحفظها لينا وتبقى كده حلوه وجميله وتفضل معانا اطول فتره ممكنه. طبعا كده خلاص قربنا كده نوصل كده للقوام المطلوب، بس كده لسه سنه تاني، لسه كده. طبعا كل شويه كده نقلب. طبعا كده خلاص المفتقه معانا كده على وشك انها تبقى تمام. طبعا زي ما انتوا كده شايفين حتى كده قوامها في الغليان بدأ يتقل. طبعا كده شايفين القوام التقيل كده باين، يا دوبك كده دقيقه تاني او دقيقتين وهنطفي من تحتها النار، وهنشوف القوام ازاي، ونشوفها بعد ما تبرد برضو ان شاء الله. بس لسه كده ما طفناش النار. طبعا كده خلاص المفتقه بتاعتنا جاهزه. طبعا ده قوامها زي ما انتوا كده شايفين، القوام حلو جدا. طبعا كده هنطفي من تحتها النار وهنسيبها كده تبرد، وهنعبيها كده في البرطمانات مع بعض ان شاء الله، ونشوف هنضيف ايه تاني ولا مش هنضيف، بس كده بعد ما تبرد. طبعا كده معانا البرطمان اللي احنا هنخزن فيه المفتقه بتاعتنا. طبعا كده مغسول وحلو متعقم وناشف جدا من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده المفتقه بتاعتنا يا دوبك كده هديت شويه، ما بردتش تماما. شايفين كده قوامها. طبعا كده خلاص المفتقه كده بتاعتنا خلاص جاهزه زي ما انتوا كده شايفين. طبعا كده هي لسه ما بردتش تماما زي ما قلت، بس جربوها بالطريقه دي كده حلوه جدا. طبعا كده هنقفل البرطمان بتاعنا. شايفين كده عملنا احلى واجمل مفتقه بطريقه كده حلوه وبسيطه. وقلنا كده على البدايل، لو ما عندكش لو ما تلاقيتيش الحلبه المحوجه هتعمليها ازاي؟ زي ما قلنا هتجيبي كده الحلبه الحصه العاديه وتحمصيها وتطحنيها كده كويس وتهزيها هزه كده حلوه، تاخدي منها الناعم ربع كوبايه بس. دي الطريقه بتاعتنا، وزي ما قلت المغات اختياري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.